بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنكمل معكم بسورة النور، لنأتي على إعجاز علمي وعلى أمر يأمرنا الله سبحانه وتعالى به لأن ننظر، وهذا يحتاج إلى نظر ثم إلى علم. فالإنسان العام يستطيع أن يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى. نترككم مع الفيديو وبارك الله فيكم ولنستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى ذكر من 3 مرات. عليكم أن تتفكروا استخدام كل من. لماذا استخدمت أولا ثم ثانيا ثم ثالثا؟ ثانيا، الله عز وجل يأمرنا أن ننظر وأن نتفكر دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه الغيوم التي تشكلت، وثم الشمس التي تنزل على الماء، البحار والأنهار، أشعة الشمس، نعم، مع الماء، مع الأنهار والبحار والجبال، حتى يتكون هذا المطر. حتى هذا المطر ينزل بكمية في مكان أكثر من مكان بنفس الدولة، كله بقدر، كله مقدور علينا. من جبال ينزل، عندما يأتي أشعة على الجبال ينزل البرد، الثلج. ولو أن المطر زاد عن كميته لدمر. فأحيانا الله سبحانه وتعالى لا ينزل المطر في مكان، لأنه لو نزل دمر، لطف من الله سبحانه وتعالى. هذه السحاب من يحركها؟ الله. كيف تتحرك؟ ألا تفكر كيف تتحرك هذه السحاب، هذه الغيوم كيف تتحرك؟ تأمل، تدبر، تفكر كيف تتحرك. الله يحركها. هذا الشيء الثقيل. يزي الإزجاء هنا بمعنى الأشياء الثقيلة تستعمل. البدائية أولى من سحابا ثم يؤلف بينه، يجمع بينه، ثم يجعله ركامة، فترى الودق المطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال، من السماء بدائية، من جبال تبعيضية فيها من برد فيصيب به من يشاء. فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى، أن هذه كله لله. الآية السابقة: لله ملك السماوات والأرض، كله بأمر الله وكله يتصرف في أمر الله. فأسأل الله عز وجل، لأن لله ملك السماوات والأرض، أن يفرج هموم المكروبين يا الله، وأن يجعل هذه كل ما في السماوات والأرض لخدمة أوليائه.